الفريند زون، رصاصة الرحمة في عالم العلاقات. السلام عليكم، معكم مكركب الرأس، واليوم غادي نهضروا على ظاهرة منتشرة بزاف، الفريند زون. يعني كتكون باغي علاقة وكتلقى راسك في واحد العلاقة صداقة مفروضة عليك، كتضحك، كتسول، كتسمع ليها وكتبقى تقول يمكن تعجب بيها، وفجأة كتسمع ديك الجملة اللي كتقطع الأمل: أنا كنشوفك بحال خويا. هذه هي الرصاصة الرحيمة، كتجيك ضربة مباشرة في كرامتك. انت كتحلم تكون راجل في حياتها وكتلقى راسك وليتي غير مستشار عاطفي. خونا سعيد وقع ليه هادشي بالضبط، كان داير النية، كيصيفط صباح الخير، كيسولها واش كلات، وكيعطيها فلوس الطاكسي، وفاش سولها فين وصلنا جاوباتو بكل هدوء: كان ارتاح معاك ولكن ماشي في داك الشكل. سعيد بكل كرامة رد عليها بهدوء: أنا ماشي بأنك ديال الدعم النفسي، وخرج بكرامته. الفريندزون ماشي حب، فريندزون بحال شي توبيسديز، وانت واقف في المحطة غير كتفرج. إلا عجبها راجل غادي تبينها ليك بوضوح، بلا تلميحات، بلا خويا. نصيحة مهمة: إلا دخلتي للفريندزون ما تبقاش تحفر باش تطلع منها، خرج منها وسد الباب مزيان وراك، خلي راسك ديما مرفوع حتى إلا كنت مكركب. هذه هي الرجولة. ردود فكاهية ومفحمة على الفريندزون. واخا بما أننا هضرنا على الفريندزون وكيفاش ممكن تخرج منها بكرامتك، هادو بعض الردود الفكاهية والمفحمة اللي ممكن تستعملها باش تجاوب شي حد حاول يدخلك ليها وتخليه يفهم بطريقة ذكية أنك ماشي خوه. عندما تقول لك: أنا كنشوفك بحال خويا. واحد: أودي شحال من بنت تمناتني نكون خوها، ولكن للأسف أنا مازال ما تقاعدتش من دور الراجل باش نولي خوك، يمكن شي نهار. هنا كتبين أن عندك بزاف ديال الخيارات وباللي دور الأخ ما يناسبكش. اثنان: أنا كنت كنحلم نكون فارس أحلامك، ماشي شقيقك الأصغر. وقيل أن تخلطات ليك الأفلام الهندية مع الواقع، كتحول الموضوع للفكاهة وكتوضح الفرق بين الدورين. ثلاثة: غريبة، واش حيت كنصيفط ليك صباح الخير كل نهار وليت خوكي؟ إذن شحال من أخ عندك في التليفون؟ كتحطها في موقف محرج بطريقة مهذبة وكتسائل على منطقها. أربعة: فهمت، يعني دابا خاصني نبدا نعاونك في الشقة ديال الدار ونوصيك على ولادك؟ لا، خلي هادشي للأخ الحقيقي. كتهضر على المسؤوليات ديال الأخ باش تبين أنها غالطة في التقييم ديالها. عندما تقول لك: كنرتاح معاك ولكن ماشي في داك الشكل. واحد: هادي سمعتها بزاف من الناس اللي كيبغيو غير بنك الدعم النفسي، أنا للأسف ما كنقدمش هاد الخدمة بالمجان. رد مباشر وواضح بحال اللي دار سعيد ولكن بلمسات فكاهية. اثنان: الراحة زوينة ولكن أنا كنقلب على حاجة فيها شوية ديال الإثارة، ماشي غير راحة ديال كرسي الأسنان. كتقارن العلاقة بواحد الحاجة مملة وكتلمح باللي كتبغي شي حاجة أكثر حيوية. ثلاثة: واخا فهمت، يعني أنا البلان بي ديالك، ياك؟ كنعتذر، أنا ما خدامش بهاد السيستم، شوف شي واحد آخر يقدر يعاونك. كتبين أنك كتقدر قيمتك وماشي مستعد تكون مجرد خطة احتياطية. أربعة: يمكن عندك الحق، أنا ماشي شي واحد يرتاح مع الواحد، أنا شي واحد يبغيه الواحد، بصح كاين فرق كبير. كتميز بين العلاقة السطحية والعلاقة الحقيقية وكتبين قيمتك. نصائح إضافية: حافظ على الابتسامة، الردود الفكاهية كتكون أقوى بابتسامة خفيفة، كتبين أنك واثق من نفسك ومتقبل للوضع بلا حقد. عبر عن نفسك بوضوح، الهدف ماشي تجرح ولكن تخلي الطرف الآخر يفهم باللي الحدود ديال العلاقة خاصها تكون واضحة ومتبادلة. انسحب بكرامتك، بعد ما تقول الرد ديالك انسحب بهدوء، ما تبقاش تابعها أو تعاود نفس الكلام. هاد الردود كتعاونك باش تخرج من الفريند زون بطريقة فكاهية وذكية، وكتبين أن عندك كرامة ومستقبل أفضل كيتسناك.